اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ان شاء الله النهارده هنعمل محشي ورق العنب بطريقه سهله وبسيطه. نبدا ونسمي الله. اول حاجه وانت بتشتري ورق العنب دوري على لون الورقه يكون اخضر والملمس بتاعها ناعم مش خشن، وتكون الورقه معاكي طريه مش ناشفه. هجيب بقى كميه ورق العنب اللي انا محتاجاها، هشيل منها العنقود بتاعها. انا بحب اشيلها بالمقص عشان لو انت بتقطعيها بايدك ممكن ساعات الورق بيتقطع منك. هبدا بقى ان انا اسلق ورق العنب. هجيب حله فيها ميه على النار، هنزل بيها بليمونيه. الليمون ده عشان يدي مزازه لورق العنب. اول ما الميه تبدا تغلي هنزل ورق العنب. انا مش عايزاه يستوي جامد، انا دوب بس لونه يغير وهطلعه. بس اول ما اللون يغير معاكي وياخد اللون ده طلعيه على طول من الميه. هشطب بقى ورق العنب بتاعي مرتين تلاتة كده عشان لو في اي رمله ولا اي حاجه تنزل. والعروق دي انا مرميتهاش، هستخدمها. هقولك برضه هنعمله ايه فيها في اخر الفيديو. اشطفي بقى الورق العنب بتاعك وسيبيه يتصفى. هاتي بقى كميه الطماطم اللي انت عايزاها حسب ما كميه المحشي بتاعتك. انا هضربها هنا في الكبه عشان انا مش عايزه فيها ميه كتير. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير. انا هنا هسبك الطماطم، هنزل بالزيت بتاعي، هنزل بكميه الطماطم بتاعتي واسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي كده مع نفسها لغايه ما تتسبك. مش هبهر الصلصه، انا هبهر الخلطه. عايزه بصلتين كبار مضروبين في الكبه ضرب ناعم. معايا خضره محشي بقدونس وكزبره وشبت. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي: كمون، 7 بهارات، فلفل اسمر، كزبره، معلقه هريسه شطه. ظبطي بقى الملح بتاعك ودعكي كل الكلام ده مع بعضه. الريحه كانت جباره جباره جباره. لو انت بتعملي بالطريقه دي قولي لي، لو ليك طريقه مختلفه قولي لي برده في الكومنتات. هنزل بقى بكميه الرز بتاعتي، انا غسلاها وسايباها تتصفى. برضو اقلبي كل الكلام ده مع بعضه. الطماطم بقى بتاعتي السبيكت برضو هنزلها. اخر حاجه بقى هنزل معلقتين سمنه فلاحي كده بتعزز الطعم. هبدا بقى ان انا احشي المحشي. انا ببدا احشي المحشي الجنب الخشن هو اللي جوه والناعم هو اللي بره. بحب اقفل المحشي من الجناب كده، ما بحبش اسيبه مفتوح. لو معاكي بقى ورقه صغيره زي كده برضو قطعي العروق بتاعتها، علشان انا ما بحبش بصراحه العروق في المحشي. سهل وبسيط وما تصعبيش الدنيا على نفسك. هخلص كل كميه ورق العنب اللي معايا. هبدا بقى اعمل كفر الحله من تحت. انا هقطع طماطم وبصل، لو انت عندك جزر برضو حطي. وهحط العروق بتاعه الورق العنب من تحت، بتدي طعم حلو وبتدي ريحه حلوه. بس تقريبا المقطع ده ما تصورش كده. انا خلصت كل ورق العنب بتاعي. رصيه بالشكل اللي يريحك والسهل عليكي. كلنا بنحب المحشي بس بنحس اللي هو تقيل وصعب. لا مش صعب ولا تقيل، بسطي الدنيا على نفسك. رصي بقى الكميه بتاعتك وهاتي ليمونتين. عندك دبس رمان ممكن تستغني عن الليمون تحطي دبس رمان، بس انا ما كانش عندي. انا عصرت الليمونتين وبعد كده قطعتهم، خدت الشرايح بتاعته حطيتها على الوش والليمون هحطه اللي انا عصرته. هاتي كميه الشوربه بتاعتك. طب انا اظبط كميه الشوربه ازاي؟ ما ت... اول صف من المحشي الميه ما تعدهوش او الشوربه ما تعدهوش. انزلي بقى بشويه الليمون اللي معاكي، حطيهم على النار تاخد غلوتين. اول ما ياخد غلوتين وطي عليه النار وسيبيه يستوى مع نفسه. ما بياخدش ربع ساعه بالظبط. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير.